أنا سمر ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة يشرفني جدا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة بأمر الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة، هتعجبك وهتعرفي تعمليها بكل سهولة، والنتيجة هتطلع أحلى من بره بألف مرة. أنا دلوقتي معايا ده كيلو كده من صدور الفراخ، رحت عند بتاع الفراخ خليته قطعها لي مكعبات كده، أو قلت له عايزاها أعملها شيش طاووق فهو قطعها لي كده. عايزه اقول لك ان كمان الشيش طاووق ممكن يتعمل بالاوراق وممكن يتعمل بالصدور، وصراحه بالاوراق بيبقى طعمه احلى بكتير. تمام تمام، انا عملته بصدور الفراخ، بس لو بالاوراق بيبقى احلى، لان انا طبعا مجرباه قبل كده وضايقاه وعارفه ان الاوراق بيبقى احلى. دلوقتي هبتدي ان انا اتبل الشيش طاووق بتاعي، واهم حاجه ان انا التتبيله طبعا في الفراخ في اللحمه في اي حاجه هي اللي بتدي نكهه وطعم حلو. معايا كده قرنين فلفل رومي، قرنين فلفل حار وخلاها حاميه جدا، وثلاث حبات من الطماطم، بصلتين، كام فص من الثوم. هاخد بقى كل الخضار اللي معايا دوت، وهجيب الخلاط بتاعي واضربه في الخلاط. والله حابه تضربيه في الكبه او تفرميه في الكبه براحتك، لاني انا دلوقتي افرميه في الكبه فرم ناعم، لان انا دلوقتي هاخده اصفيه. اخدت الطماطم بتاعتي والبصل والفلفل والثوم والفلفل الحار وكله، وهبتدي ان انا اقطع الطماطم كده او افتحها كده اربعه، اقطع البصل حتت صغيره طبعا عشان ما يبقاش تقيل كده على الخلاط، وهبتدي ان انا اضربه في الخلاط بالشكل ده. صلوا على رسول الله. حطي اللايك بقى، حطي اللايك، شايفاكي. ببتدي بقى ان انا اقطع الخضار بتاعي واحطه في الخلاط. هاخد الخضار بقى دلوقتي اضربه كده. هاضربه بقى في الخلاط، انا مش هاحط اي توابل او اي بهارات دلوقتي وهنعرف ليه. عندي بقى المصفى بتاعتي، هجيب بوله واصفي كده الخضار، هنزل بالخضار اللي انا ضربته. انا دلوقتي بصفيه ليه؟ عايزه تفلي البصل بقى وتفلي الطماطم والحاجات دي. انا هاخد الميه بس هتبل بيها الفراخ بتاعتي والخضار بتاعي. مش عايزه تفلي خالص عشان الفراخ ما تل- ما ايه ما تبقاش مفتله كده معايا، لا انا عايزاها تبقى احسن من بتاعه بره، سواء بقى في طعم في لون في ريحه. والله العظيم يا جماعه عايزه اقول لك اني وانا بعمل الخلطه، هتشوفي دلوقتي انا هضيف بهارات ريحه يعني اقول لك البهارات خلت ريحه الشقه كلها كده، يعني شيش طاووق من قبل ما يدخل الفرن والله بجد. المهم صفيت الخضار بتاعي، هبتدي ان انا بهر بقى الخضار. نزلت كده بنص معلقه كبيره من الملح، نص معلقه من الثوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، وهنزل بنص معلقة من الفلفل الأسمر ونص معلقة من البابريكا زي ما احنا شايفين. والسر بقى دلوقتي في في كيس كده من اللي هي تتبيلة الشيش طاووق، بتجيبها من عند العطار أو من السوبر ماركت، بتدي ريحة ولون بجد حلو جدا وبتفرق جامد. وعايزة أقولك خلي بالك من الملح، ما تكتريش ملح، لأن الكيس دوت أنا دلوقتي ضفته يعني حفظت إن أنا ما كترتش ملح، حطيت نص معلقة مع الكيس فكان تمام كده. خلي بالك طبعا من الملح بتاعك واظبطيه. قلبت الخليط بقى ومسكت معايا بقى قرن فلفل اللي هو الملون الاصفر الاحمر، قرنين فلفل رومي، معايا طماطم مقطعاها اربعه بالشكل ده عشان هي صغيره، معايا بصل مقطعه برضو البصل اربعه بالشكل ده، معايا بقى العصيان طبعا غسليها كده عطشاها شطفه كويسه جدا، بحب اشطف الحاجه. هبتدي ان انا امسك العصايه بتاعتي وهدخل كده فيها الفراخ بتاعتي. حطي بقى الخضار، حطي طماطم، حطي فلفل، حطي بصل، حطي الفلفل الملون. هابتدي بقى ان انا كده احط الخضار بتاعي بالشكل ده. احط بصل. عايزه اقول لك بقى اني والله العظيم والله العظيم طعم الخضار كان تحفه، بجد كان تحفه. الفراخ كان طعمها تحفه، ريحتها جميله جدا. الطريقه دي جميله، انا كنت اول ما فتحت القناه عملت الشيش طاووق باللحمه، كان خطير برضو. وعايزه اقول لك ان يعني انا بسطت الامور. ازاي يعني؟ المفروض ان يبقى عندي شبكة، لا انا ما عنديش شبكة، عملتها في صينية عادي من غير حتى ما احط ورق ألمونيوم ولا اي حاجة. هبتدي برضو ان انا اعمل سيخ تاني كده او عصاية تاني بالشكل ده،
باحط الخضار، والخضار بقى اللي تحبيه كده حطيه بالشكل ده. هنشوف دلوقتي بقى هنتبل الخضار والفراخ ازاي. هرص بقى كده العصيان بتاعتي او الشيش طاووق بتاعي في صينية كده. هرصه بقى في صينية بالشكل ده، وهبتدي ان انا اتبله. رصيته خلاص في الصينية. معايا بقى التتبيلة العسل بتاعتي دي، هبتدي ان انا ايه احط كده على الشيش طاووق التتبيلة. وعايزة اقولك ان احلى شيش طاووق تاكليه لما تسيبيه يتبل مش اقل من ساعتين. يعني انا سبته ساعتين كده على بال ما خلصت البيت، خلصت اللي ورايا، وفي الاخر دخلته الفرن على اخر النهار. طعمه كان رهيب. هنشوفه دلوقتي مع بعض، هنشوفه قد ايه الفراخ دايبة، لونها حلو وطعمها حلو، واكيد الريحة وصلت لكم. حطيتهم كده فوق بعض في صينية، وبعد ما عدى ساعتين ابتديت ان انا طبعا خلاص هسويهم، اجيب صينية تانية. طبعا كان المفروض ان انا مثلا افرش ورق ألمونيوم في القاع، في قاع الصينية. انا ما عنديش، فقلت عادي لاني مش اول مرة اعمله. طبعا بقى ايه، والافضل لو كان عندك شبكة تحطيه على الشبكة كده. انا ما عنديش طبعا شبكة، فحطيته في الصينية. والله اداني نتيجة احسن من الشبكة 100 مرة. طعمه خطير، شكله ومستوي دايب دوب. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 200، قعد معايا ساعة في الفرن. الخضار طلع دايب دوب. بصي بقى الصوص اللي في القعر ده او اللي في قاع الصينية، طعمه جميل. عايزة اقولك بصي يعني ما شاء الله الخضار يعني دايب دوب. الخضار استوى جامد معايا، الفراخ برضو استوت معايا. يعني هو الشكل بيوصف نفسه، مش عايز كلام بصراحة. هوريكي دلوقتي قد ايه الفراخ دابت كده دوب معايا. بصي برضو القاع كده، يعني تحسي ان القاع احسن من الوش. طبعا الفراخ شربت التتبيلة مع الخضار، طعمها في منتهى. عايزه اقول لك ان انت هتسيبي الفراخ وتاكلي الخضار. عارفه بقى ايه طعم الخضار المشوي المبهر او المتبل ده؟ تحفه والله تحفه. بيغنيكي كمان ان انت تعملي حتى سلطه، يعني في فلفل، في بصل، في طماطم. انا عملت سلطه طحينه وحمرت بطاطس بس. بصي بقى كده الفراخ دايبه دوب، برضو بصي الفلفل دايب دوب، الخضار كله، البصل، الفلفل، الطماطم، تحفه. يعني خضار مشوي كده في الفرن. اكله صحيه وسهله وبسيطه. طبعا اثناء ما كنت حاطه الفراخ في الفرن عملت رز عسل كده، رز مبهر، طلع برضو طعمه في منتهى الجمال. بصي الرز مفلفل وعسل ازاي، رز بسمتي كده. بحب ان انا اكل جنبها رز بسمتي. حابه تعملي مكرونه، حابه تاكليها بالعيش الاسمر السخن، بالجرجير. حابه تحطي على رغيف عيش كده بقى معلقه طحينه وتعمليه سندوتش، بيبقى طعمها جميل. هبتدي بقى ان انا ارص كده الشيش تاوك على الرز بالشكل ده. بجد والله العظيم حلو جدا، جربيها. تغيير. أولادك بيحبوا ياكلوها من بره، في البيت طبعا أنضف بكتير وأوفر طبعا. بحبكم في الله أحلى أخوات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، في حفظ الله حبايب قلبي.